اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات بودكاست بزنس اسهل. معاكم طارق بدر، كونتنت مانجر التاشن بوينت، ومحمد تهامي. ازيك يا باب؟ يا اهلا يا ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ تمام. النهارده هنتكلم على توبيك ظريف كده. ناس كتير بتواجه المشكله الايام دي، أو اللي هو فكره الجروث. ازاي اكبر البيزنس بتاعي وازاي ينمو، وايه هي التيبنج بوينت؟ يعني انا ازاي اوصل للمرحله اللي هو ان البيزنس ده ينتقل من بيزنس اللي هو ماشي على قده صغنون كده يبتدي يكبر بقى، او يبتدي يدخل فلوس وممكن يتباع ويدخل ملايين او ايا كان. يعني تمام، ازاي نعمل الموضوع ده؟ هايلايت كده نقطه. انا كنت في قعده ظريفه كده مع كذا حد يعني عاملين بيزنسز، يعني ان هم دلوقتي مش قادرين يفرقوا. دي نقطه عايزك برضو تتكلم فيها. مش قادرين يفرقوا، هو البيزنس بتاعهم مش بيجرو عشان هم عندهم مشكله في البيزنس، ولا البيزنس بتاعهم مش بيجرو عشان الماركت اصلا في حاله ركود. فدي مشكله برضو، ازاي يعدوا منها؟ كلمنا كده عن الجروث. في البداية موضوع الجروث ده شائك حبتين، لأنه مش دايما حلو ومش دايما جميل، وده بالعكس ده من أسباب فشل الشركات. هو الجروث المتسارع اللي ما بيبقاش انت عامل له حسابه قوي. انا كنت مره بعمل بيزنس كوتشنج، يعني كنت رايح احضر ايفنت لتوني روبنز، فهو كان قبل الايفنت بيخلي السيرتيفايد كوتشز بتوعه يعملوا كوتشنج لكل الناس اللي هيحضروا علشان يظبطوا لهم حاجات معينه بحيث انك تبقى واصل لليفل معين قبل ما تجيلي الايفنت يعني. فانا ده اول سؤال سالته له، فبيقول لي انت ايه الاوبجكتيفز بتاعتك مش عارف ايه. قلت له انا عايز البيزنس بتاعي يكبر وكذا كذا كذا. فقال لي انت ليه عايزه يكبر؟ قلت له عشان هو ده طبيعي، يعني الواحد عنده بيزنس فلازم طول الوقت بيفكر ازاي يكبر. قال لي انت متأكد ان انت عايزه يكبر؟ قلت له الله، ايوه متأكد. ايه المانع؟ ما هو ده يعني ده الفكر لاي واحد عنده بيزنس. فقال لي ما هو مش كل بيزنس لازم يكبر، ومش اي مكان انت عايش فيه هتحب ان انت تكبر وتتشاف. اوكي. قلت له الله، حسيت ان هو هيخش في السياسه بقى. ما داخله سياسيه اي جدا. مكان انت هتكبر فيه وتتشاف هيبقى كويس. هو قصده ايه؟ قصده ان كل واحد لازم يبقى عارف ايه الاناف بتاعه. امتى هتقول كفايه؟ لان كل حاجه ليها كونسيكونسز. فاحنا حتى لما كنا بنتكلم في التدرج الريادي، لما قلنا سايد بزنس وبعدين لايف ستايل بزنس وبعد كده انتربرايز وبعدين الانوفيشن، اللايف ستايل ده بيبقى بزنس جميل وفيه الفريدم والحريه وبتشتغل براحتك وبتحقق الربح اللي يعيشك اللايف ستايل اللي انت بتطمح ليه. اول ما تبقى عايز تكبر اكتر من كده بتلاقي بقى ايه؟ لازم التيم هيكبر، لازم السيستمز هتتوسع، لازم هتستخدم تكنولوجيز اكتر، لازم هتصرف فلوس اكتر. وقبل اي جروث لازم هيحصل هبوط لانك هتبتدي تنفست جامد، تهاير تيم وتدفع فلوس في اسيتس معينه عشان تساعدك تجرو، فيحصل دروب. وطبعا ممكن حظك العسر انك تيجي تعمل كل ده في وقت ان الماركت فيه بيديكلاين، فيبقى دبل خساره. بس انت بتحضر للطلعه الكبيره اللي لفوق. فكل ده ممكن يحطك تحت ستريس وتقول طب ما انا كنت كويس يعني انا. فهي الفكره، هو قاعد يحسب معايا كده ارقام، قال لي قول لي انت بتحلم بايه، قول لي الارقام اللي انت عايزها. فقعدت حسبت لقيت في الرقم الحقيقه ريزونبل جدا، قريب من اللي انا كنت يعني مش بعيد قوي. فقال لي انت هنا لو وصلت لده هتبقى التيمتلي كده، هو ده ايديال لايف ستايل بتاعتك. فهو ده نصيحتي للناس، حط الايديال لايف ستايل بتاعتك ايه مكوناتها. عربيه معينه، شقه معينه، تودي ولادك مدرسه معينه، تتعلم حاجه معينه، تاخد شهاده معينه، تطور في نفسك بشكل معين. شوف ده بكام، وشوف عشان توصل له محتاج انت تجنريت كام، وممكن يكون ده كفايه جدا. انت قصدك بلاش تدور على نمو من غير سقف، يعني اللي هو نمو مستمر. انا لازم اكبر لازم اكبر لازم اكبر لازم اكبر على طول من غير ما يبقى فيه سقف. مش شرط يعني، مش شرط ان يبقى ده الهدف ان انا على طول لازم افضل اكبر 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 اكبر. لان انا كنت وقعت في ده، اللي هو ليه لازم تكبر طول الوقت او تكبر بريت سريع. هو كده يعني هو في الحياه، او دي من الدروس اللي انا اتعلمتها، ان هي لو انت مش بتكبر يبقى انت بتموت. يعني هي حاجه الاثنين، مفيش ثبات. فاحنا بنكبر كده شغلك وتاثيرك وكده هيكبر، بس الريت بقى. يعني هل انت عايز تكبر بسرعه ومستعجل، ولا واحده واحده وانت واقف على ارض صلبه عشان تبقى انت قاري الماركت؟ لو الماركت بيديكلاين خلينا دلوقتي نهدي اللعب، لو الماركت الوضع فيه كويس ناكسلريت.
يعني المهم تبقى شايف فين الكفايه بتاعتك وفين حدود مقدرتك ايه، وما تكبرش اكتر من اللازم في وقت معين في مكان معين. اوكي حلو. طيب انا دلوقتي افترضنا ان انا خلاص انا عارف انا عايز اعمل ايه وشايف ان ده ريزونبل، بس هو برضو مش اللي انا بحققه. يعني خليني اقول لك مثلا ان في ناس كتير من الناس اللي بتبقى عامله سايد بيزنس مثلا، وممكن يكون سواء ساب الشغل بتاعه ولا ما سابوش، يعني البيزنس ده شغال وبيدخل اكس من الفلوس، بس it's not enough. يعني انا عايز اكتر من كده ومش عارف اجيب اكتر من كده. دلوقتي انا واقف زي ما تقول لي خبطت في سقف كده، اللي هو بدفع مصاريف كذا وانتاج كذا وبيع كذا وماركتينج كذا وبكسب كذا، بس هو في الحسبه دي واقفه على كده، مش راضيه بقى ايه ترول اوفر ويبتدي المكسب بقى يكبر، واشوف بقى الارقام اللي الناس بتتكلم عليها. بالظبط. بيعمل ايه بقى الشخص؟ بص، هو في حاجتين، حاجه على مستوى الاوبريشن وحاجه طبعا على مستوى الماركت. اوكي. الاوبريشن ان انت تتاكد انك عندك الكاباسيتي انك تخدم عدد عملاء اكتر، لان انت ساعات بتبقى عايز تكبر وانت ما عندكش يعني عارف اللي هو اكبر التيم ولا نكبر الاول ونطحن التيم وبعدين نكبر لما تيجي يعني. فهي ايه، لازم تبقى قادر توزن المعادله دي، ان انا قادر يبقى عندي الكاباسيتي، والكاباسيتي دي يبقى عندك سيستم قابله للتوسع. يعني الموضوع مش اساسا ان انتوا بتجروا ورا نفسكم يعني دلوقتي ومطحونين وديدلاينز وعايزين نكبر. لا، في حاجه غلط. لو في مشاكل في الاوبريشن وخلافات ما بين الناس وكومبلينز كتيره من الكاستمرز، يبقى عندنا حاجه محتاجه تتظبط الاول قبل ما نقول عايزين نكبر. اوكي. يعني دي واجهناها في فتره في تشيس تشايلد لما الديماند زاد جدا. لقينا بقى في ايه، المواعيد بتتلخبط مع الكوتشز، وفي كوتشز مش عارف ايه، والكلاسز بقى في كلاشات بتحصل وكذا وكذا وكذا، والبيرنتس بينسوا المواعيد، ما فيش حد بيفولو اب معاهم. حصل حاصل كده في هو هدي بقى، ظبط السيستمز، ظبط الاوبريشن، حط ورك فلوز مظبوطه، كل واحد يبقى مسؤول عن حاجه، خلاص ده بحيث ان لما نبتدي نزود الفلو تاني يبقى الدنيا مستقره وما يحصلش لخبطه في الايه، في الدليفري وفي الكواليتي والكلام ده كله. فده مهم، اول حاجه تبتدي تشتغل عليه. تاني حاجه الماركتنج بقى، ودي جي ابراهام واحد من اساطير البيزنس حلها من زمان ببساطه شديده. هو البيزنس بيكبر بثلاث حاجات، يا اما هتزود عدد العملاء يعني تعمل تسويق بحيث انك توصل للناس اكتر فيزيد عدد العملاء، يا اما تزود الفريكوينسي بتاعت الشراء، يعني العميل يشتري منك اكتر من مره، يا اما تزود الترانزاكشن سايز، يعني اللي هي بمعنى انك يا اما تزود اسعارك على نفس عدد العملاء بس انا سعري زاد عشان الفاليو بتاعتك زادت، قيمتك زادت، اللي انت بتقدمه بقى يعني البراند بقى ليها ثمن ايا كان فسعرك زاد. او ان انت تزود الترانزاكشن سايز، معناها ان العميل بدل ما يشتري حاجه بجنيه يشتري، يخش مثلا على الستور بتاعي، بدل ما يشتري ايتم واحد في نفس الترانزاكشن اشتري 3 4 5 ايتمز، اللي هي بتعمل له بقى الحاجات اللي بتطلع العملاء اللي اشتروا ده اشتروا معاه ده، وزي امازون ما بيوصل حاجات وده عشان يزود قيمه الايه البيع الواحد. اوكي. فهم ثلاث حاجات بسيطه، يزود عدد العملاء، يزود مرات الشراء بتاعتهم، يزود قيمه الحاجه اللي بيشتروها كسعريا او كبندل، انه بدل ما يشتري حاجه بجنيه ازاي اقنعه انه زي ما انت قلت تعمل اب سيلينج يشتري حاجه خليها ب 10 جنيه. فدول الثلاث طرق بسيط جدا، وهو ده ماركتنج بقى بتشتغل عليه يعني. حلو. طب السؤال اللي بيطرح نفسه في اللقطه دي على طول، انا اعرف منين انهي الطريق المناسب بالنسبه للبيزنس بتاعي؟ يعني انا هل في طريقه معينه او مترك معينه اقيس بيه انا المفروض اكون بحاول ازود عدد العملاء، ولا ازود الفريكوينسي اوف سيلينج، ولا اعلي سعري، ولا ازود البندل؟ تمشي فيهم في ثلاثه ان باراليل، يعني هي ايذر اور او كلهم. يعني هي ما فيش حاجه اللي هو انهي انسب لبزنس، هم دول الثلاث طرق اللي بيكبر بيهم اي بزنس. فشوف يعني انا قصدي يعني على اشتغل على اي واحده فيهم، مش انا قصدي على سبيل البادجت. يعني لو افترضنا ان انت هتحاول تعمل الكلام ده مثلا بفيسبوك ادز مثلا، انت ممكن يكون معكش البادجت انت تعمل الثلاث حاجات في نفس الوقت، فاهم انت؟ بالظبط. يعني ملهاش علاقه بالبيزنس ووضعه، انا هعمل انهي استراتيجي. اوكي. يعني ملهاش علاقه خالص. اوكي. بس في حد مثلا يقول انا مش عايز ادفع اعلانات واجيب كاستمرز جداد، بنفس الكاستمرز دول اللي عندي هعمل لهم منتجات تانية عشان يزود عدد الشراء. يعني أوكي. انا مثلا الناس اشترت مني بس خلاص انا ماليش حاجه تانية اقدمها لهم، لو انا عملت حاجه تانية اقدمها لهم اقدر ابعت لهم اقول لهم انا عملت حاجه جديده، جزء منهم هيشتريها لان في ثقه وهكذا.
فايذر ان انا بزود عدد المنتجات او بدفع اعلانات على نفس المنتج عشان ازود عدد الكاستمرز اللي بيجوا، او بضيف بعض الادونز اللي ممكن اقدمها لهم وهم بيشتروا عشان عمليه الشراء تبقى اغلى، او ان انا اشتغل على البي ار والببليستي بتاعتي بحيث ان انا اعزز البراند واقدر اعلي اسعاري. وحسب اللي انت يعني مفيش صح وغلط هنا بقى، ده اللعب بتاع الماركتينج، بنقعد نلعب بالالعاب والبازلز دي لحد ما نوصل البيزنس للنمو المطلوب او الارقام المستهدفه يعني. اوكي. طب هسألك سؤال، في حد بيفكر ان انا عايز اكبر البيزنس زي ليميت معين عشان اعرف ابيعه، ماشي. الاتيتيود ده انت شايف ان هو طريقه يعني طريقه منطقيه للتفكير ولا؟ منطقيه جدا، بس هو مش هيبيعه عشان هو كبر، ها. هو هيبيعه عشان فيه اسيتس. اوكي. يعني في اصول، يعني اللي هيجي يشتري ده مش هيشتري عشان البيزنس كبير، هو ممكن يبقى بيزنس كبير وبيخسر. اوكي. يعني ده حل يعني 90% من الستارت ابس يعني. بس هو انا هبيعه امتى؟ هبيعه لما يكون فيه اصول يعني ببساطه شديده عندي مانيوال فرانشايز، كأنه فرانشايز. تخيل انت بتحضر البيزنس بتاعك انه يبقى فرانشايز، فكل في سيستمز، في طريقه بنسوق بيها والطريقه دي بروفن، في طريقه بنكبر بيها التيم، في طريقه بندرب بيها الناس، في طريقه بنخدم بيها العملاء، في كل حاجه سيستمايزد ومدونه ومسجله. ده بيبقى افيد مليون مره من انا بيزنس بيكبر. المستثمر هيجي هيلاقي بيزنس فيري سوليد، تيم قوي، اوبريشنز مظبوطه، مانيوالز لكل حاجه، اداره البيزنس ده هتكون في منتهى السهوله، مش هنلاقي فيه عك بيحصل، وهكذا. النمو طبعا برضو يعني ستيل نظرة المستثمرين دلوقتي بقت بتبص على البروفيتس مش بس الجروث. البيزنس ده بيكسب ولا لا؟ زمان كانوا بيبصوا على الجروث بس. ممكن يكون بنكبر بشكل رهيب بس بنخسر، ما كانوش بيهتموا زمان لحد ما ادركوا بسبب كذا قرصة واللي بيحصل في السوق والازمات الاقتصادية. لا، احنا عايزين نركز في الشركات اللي بتكسب. اوكي. فلو انت بروفيتبل وعندك سيستمز قابلة للتوسع، ده ممكن هيبقى هو الافضل من ان انت تكبره وتنفخه زي البالونه كده عشان بس يبقى شكله حلو قدام المستثمرين يعني. وسؤال بره الموضوع يعني، فانت مش محتاج تستطرد فيه، بس انت عندك فكره يعني مثلا في الحاله زي كده لو انا صاحب بيزنس بقيم ثمنه ازاي؟ انا هاجي لتهامي اقول له تعالى اشتري البيزنس بتاعي، عايز $1,000,000 ولا عايز 10؟ ما اعرفش. بص، دي بقى ليها حسابات كتيره جدا وليها متخصصين بتوعها بتوع تقييم الشركات واللي بيسموها الفالويشن. انت قيمتك قد ايه؟ بتبقى فاكتورز من حاجات كتيره قوي. في ناس بتحسبها فاكتورز من الريفينيو، في ناس بتحسبها فاكتورز من الارباح، في ناس بتحسبها فاكتور من البرسنتج بتاعه النمو، وناس بتحسبها فاكتور بعد خصم الضرائب ومش عارف ايه، فقيمه الشركه بتحقق كام. يعني ليها معادلات كتير وليها طرق كتير وليها متخصصين بتوعها يعني. هم الاقدر في الاقدر ان هي قوائم ماليه بقى وقصه يعني ملهاش ستريت فورورد كده فورمولا. يعني كان واحد من اللي هم المتخصصين في الحته دي كان قال جمله بسيطه قوي: زي ما هتتفقوا. يعني ساعات احنا نقعد مع بعض، انا راضي ب1,000,000، موافق تديني 1,000,000؟ هديك 1,000,000 واخد ماشي انا تمام. من غير يعني قيمتها السوقيه كام وبتاع ساعات. فكانت اجابه لطيفه جدا، لا دي من بعض الطرق. انت راضي بايه يعني؟ فانا عايز كذا، ماشي انا شايفها كده معقوله ونخلص الديل. اوكي. لكن طبعا ليها حسابات بقى معقده جدا بتبقى في تمام في التقييم يعني. طيب النص التاني بقى من السؤال اللي هو انا دلوقتي مش الشركه بتاعتي مش بيحصل فيها جروث بقى لي فتره. انا مثلا نفترض انا ببيع منتج، انا ببيع مثلا سندوتشات ايا كان، وبقى لي فتره كده مش بكبر. الناس اللي بتشتري مره واتنين، يعني في شويه لويال كاستمرز بس انا مش عارف ازودهم. اعرف منين دي مشكله عندي انا في البرودكت مثلا في الماركتينج، ولا مشكله في السوق الناس معهاش فلوس تشتري اصلا؟ اقدر ازاي افرق؟ حسب الهيستوري. يعني انت دلوقتي بتعمل اكتيفيتي معينه، لو انت مش بتزود، يعني انت الاكتيفيتيز اللي انت بتعملها دي وصلتك لبلاتو كده، ادي عدد العملاء بتوعنا اهو في الليفل ده، حلو. فانت ما زودتش يعني ما صرفتش اعلانات اكتر، ما عملتش اي مجهود عشان توصل لعدد اكبر، ما عملتش حاجه زياده. فهو ده، فانت كده تبقى طبيعي. لان في بعض الناس بتفضل منتظره، هو انا ليه يعني معتمده ان انا هثبت عشان الورد اوف ماوث تشتغل، فخلاص هي هتيك اوفر بقى. ماشي. ما هو مش شرط تعتمد طول الوقت على الورد اوف ماوث يعني. طب انا زودت دلوقتي بس ما حصلش الجروث، ما هي يبقى هنا بقى يا اما في مشاكل في السوق، يا اما يعني في منافسين دخلوا بيقدموا حاجه وانا كنت انا اللي متسيد الدنيا بقى. دلوقتي انا كان مثلا بعمل زي ما انت ذكرت كده، بعمل ساندوتش بطريقه معينه، ظهر جنبي 1,000,000 واحد بيعمل نفس الطريقه،
يعني كان في فتره في مصر KFC هو الوحيد اللي بيعمل فراخ من النوع ده. دلوقتي مصر فدي ديفينتلي اكيد اثرت عليه. فهو لازم يبتدي يتحرك بشكل مختلف، يظهر بشكل مختلف، يزق بشكل مختلف علشان بس يحافظ على ارقامه القديمه. هي السوق دايناميك، فلازم ابقى قاريه كله واشوف بقى كل شويه بزود الميزه التنافسيه بتاعتي، اعمل كومبيتيتيف، اعمل اوفرز احسن، اروح لشرايح ما كنتش بروح لها قبل كده، ابتدي انافس هناك. دي اللعبه بقى، ودي حلاوه عشان كده المهندسين بيشتغلوا شطار قوي في بدايه الاعمال، لان بيحبوا المشاكل. دي مشكله جديده طلعت، فاحنا هنشوف بقى هنحلها ازاي، ونعمل معادلات واف اور ذن مش هكذا. فدي من الحاجات الجميله على فكره في رياده الاعمال، ان هو مش حاجه ستاتيك تفضل طول الوقت. حتى لو ايه ده البيزنس بتاعي واقع وفي تشالنج وممكن تلاقي ضغط على اعصابك شويه، بس طب هنحلها ازاي؟ عارف، لذيذ الاحساس ده لذيذ يعني. ولما تلاقي نفسك حلتها وطلعت تكبر مره تانية وظبطت الموضوع، بتبقى مبسوط قوي يعني. صراحة بسألك سؤال عن الموضوع اللذيذ ده بعدين، بس الأول بس عايز أقول لك دلوقتي أنا نسيت السؤال اللي كنت أسأله. طيب خليني أسألك السؤال اللي جه في بالي دلوقتي يعني. بما إن أنت بتستمتع قوي بموضوع التسويق وشايفه لذيذ وهو فعلا لذيذ بالنسبة لك يعني، تمام، وإحنا أنا وأنت عارفين إن في ناس كتير قوي بتعاني في موضوع الماركتينج ده، وانا عارف ان انت دايما بتبروموت ان انت المفروض تماركت لنفسك بنفسك لكن ما حسيتش قبل كده بالتمتيشن ان انت تقول انا هعمل زي ايجنسي مثلا، تعالى وانا هماركت لك، وانت الناس عارفاك وواثقه فيك وعارفين انت جورو، وعارفين ان انت هتشتغل بضمير، وعارفين انت هتعمل كل الكلام ده. ما حسيتش قبل كده ابدا بالتمتيشن ده؟ ما حسيتش لان تعالى وماركت لك دي يعني هاخد 50% شيرز من الشركه. اوكي، ما هي كده. يعني انا هقعد اتعب مقابل فيز، او امتلك البيزنس وهيتيك اوفر وهيكبر وبتاع، وبعدين انا همشي. فاهم؟ طب ما يعني استفدت ايه هنا بقى؟ يعني مش كده بقول دايما البيزنس يقول اللي منتظر ان في حد هينزل من السماء يسوق لك شغلك ويكبر لك البيزنس بتاعك، هياخد 50% من الشركه. بس هياخد ايجنسيز كتير بتعمل اقل من كده. ما بيعملوش الماركتنج زي ما قلنا، الموضوع اكبر بكتير من اعلانات. يعني هو الموجود دلوقتي يعمل لك كونتنت، يعمل لك اعلانات، احنا عشان كده 30 years احنا بنعمل اعلانات، ودي بنوضحها للناس كويس جدا. لما حد يبعت يقول انا هفتح شركه جديده وعايز نعمل بلان ومش عارف ايه، نقول له احنا ما بنعملش، احنا بنعمل اعلانات، ما بنعملش ماركتنج بلان، ما بنعملش بيزنس بلان. سوري، ده مش من الحاجات اللي بنقدر نقدمها. وانتوا مش شركه تسويق، لا احنا شركه اعلانات. فرق كبير. فالتسويق زي ما قلنا بيبدا اصلا حتى من قبل ما بتعمل المنتج. تعالى نقعد مع بعض ندرس السوق ونشوف الاحتياجات ايه والمنافسين عاملين ايه وكذا 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 وكذا. فلو انا هعمل كل ده، لا انا عايز شيرز من الشركه. فلو هعملها في يوم من الايام مش هعملها فور فيز، هعملها فور شيرز من الشركه. لو هعمل ماركتنج مظبوط. الا بقى لو انت بتعمل اللي هو ايه، بعمل لك دراسه ماركت ريسيرش، وانت بتبقى عايز مثلا تفتح في سوق جديد، فعايز تفهم ايه الاسعار والدنيا وكذا، فاعمل لك دراسه وادي لك الدراسه دي. اوكي، ده اللي احنا شفنا، ادي المنافسين بتوعك، ادي اسعارهم، ادي كذا، ادي احتياجات كذا، ادي الجابس اللي في الماركت، خدها وعيش بيها. لكن لو انا همسك البيزنس بتاعك وهسوق لك واجيب لك عملاء واقفل لك ديلز وكذا، ده انا عايز شيرز. انا افتكرت السؤال اللي كنت عني من شويه. للناس اللي في السمول بيزنسز، في تشالنج يعني بيبقى مش موجود عند الشركات الكبيره، ان هو ممكن يبقى عنده تيم وعنده ناس او بيهاير شركات تعمل ماركتنج ريسيرش مثلا، يشوف هو احنا بنعمل ايه والناس اللي حوالينا بتعمل ايه، المنافسين بتوعنا بينزلوا ايه الايام دي وهكذا. بالنسبه للناس البيزنس الصغيره الموضوع يعني فيرلي فيرتشوال، يعني اللي هو بجوجل كده مين الناس اللي شبهي وبخش اشوف، فبيبقى ممكن صعب شويه ان هو يحدد بالظبط هو انا المنتجات بتاعتي اب تو ديت ولا مش اب تو ديت. تنصح بايه يعني؟ انا دايما من الحاجات اللي بريكومند للناس هي ان ابدي بس اهتمامك بالموضوع، خش على شويه ويب سايتس ليها علاقه بمجالك. فيسبوك هيفهم ان انت عايز ده، يطلع لك اعلانات، فتبتدي تشوف الناس بتقدم ايه. ودي اسرع حاجه واسهل حاجه يعني. في كمان فيسبوك عامل ادز لايبرري للفيسبوك، فبتخش تكتب الكيورد اللي ليها علاقه بمجالك، هيطلع لك الاعلانات اللي في البلد بتاعتك اللي ليها علاقه بالايه، بالكلمه البحثيه اللي انت دورت بيها دي. فتشوف الناس بتعلن عن ايه ويقدموا ايه.
فبتدرس المنافسين بطريقه بسيطه جدا مجانيه ما فيهاش اي تعقيد يعني. That's amazing. كررها تاني معلش يعني استطرد عليها اكتر. قول لي بقى يعني زي ما بقول لك اسهل حاجه ان انت تخش على مواقع ليها علاقه بمجالك. خلاص، فالمواقع دي لما انت تخش عليها وتقضي عليها شويه وقت الفيسبوك هيفهم ان انت مهتم بده، يبتدي يظهر لك اعلانات اوكي الناس بتقدم. فدي اوبشن. او اوبشن تاني ان انت تخش مباشره على حاجه اسمها فيسبوك ادز لايبرري، وبتكتب الكي وورد اللي انت عايز تدور عليه، هيلث، نيوتريشن، كوكينج، ريستورانت، مش عارف كذا كذا، ايا كان انت هيطلع لك الاعلانات الريلاتيف للكلمه دي اللي طالعه في بلدك اللي انت بتبحث فيه. فبتشوف مين بيعلن عن ايه، بيقدم ايه، اسعار ايه، عامله ازاي، فتاخد نظره مش وحشه ابدا عن السوق وعن المنافسه وعن اللي بيتقدم. That's a perfect tip الصراحه. يعني يا جماعه الناس اللي بتسمع دي في الجون، لان ده it's a mini market research كده في 5 دقايق. دخلت الفيسبوك بيقول لك بص المنافسين بتوعك كلهم بيعملوا كده، بيبيعوا ده البرودكت اللي بيبيعوه، ده الصور، حتى الاعلان مكتوب ازاي، الصور بيحطوها شكلها ايه، الباكجز ايه، الويب سايت تخش تتفرج عليهم. يعني that's an amazing tip. دي فعلا دي في الجون دي حلوه توام ملعوب. انا اتبسطت. طيب انت تهامي بتحدد اسمه ده الجروث بتاعك بناء عليه؟ ده اخر سؤال. يعني انت تظبط السقف بناء على لايف ستايل بيور ولا حاجه ليها علاقه بفيجن الشركه؟ لايف ستايل بيور. اوكي انا محتاج 10,000 جنيه اظبط 10,000 جنيه لايف ستايل بيور. و يعني انا بعد ما قعدت مع الراجل ده ما بقيتش اللي هو مجنون جروث وخلاص. انا بكبر لهدف. يعني انا عايز اعمل حاجه معينه، فبكبر عشان مش اللي هو بجري ورا الجروث وبس من اجل الجروث. هو انا ليه هجرو؟ يعني ما بدأنا نفتح في بره مصر دلوقتي بقى في هدف. بعد ما وصلنا ما خدنا السنه اللي فاتت خدت ستيفي اووردز، لا ده احنا عندنا حاجه عالميه بقى. تعالى نكسباند ونحاول نكبر بره مصر، نقدم ده للدنيا بقى كلها. اوكي، لان احنا خدنا انترناشونال ريكوجنيشن على الشغل اللي احنا عملناه. فبيبقى في اهداف، فاهم، بتغير بقى، عايز يعني بس مش اللي هو يلا اكبر، فلوس اكتر، فلوس اكتر، ريفينيوز اكتر، بروفيتس اكتر. يعني مش دي. ولما بلاقي ده بيجي على حريتي وعلى الضغط العصبي وبتاع والكلام ده كله، لا ما توظف الفلوس، انا بكسب اللي يكفيني وعيش مبسوط. فدي بالنسبه لي اهم حاجه. يعني دي حاجه من الحاجات اللي انا وانت الله فيها بشكل كبير جدا، وانا اتمنى ان ناس كتير تسمع. انا عارف ان في ناس بتسمع حاجه زي كده اصلا ممكن يسمعوا اللي انت قلته ده ويبقوا بيقول لك لا يا عم الراجل ده ما يفهمش ايه الكلام اللي بتقوله ده. لان في عقيده دلوقتي، عقيده الجروث اللانهائي والفلوس والماتيرياليستيك، اللي هو لا لازم معاك عربيه بورش لونها ذهب، فاهم، مش بورش عادي. عقيده غير طبيعيه. اللي هو بص، هو كل واحد بيحدد نجاحه زي ما هو عاوز. لا نحجر، يعني زي ما احنا بنتمنى ان ما حدش يحجر علينا ان احنا بنقول كده ويقولش علينا ان احنا مش فاهمين، ولا كمان هنقول اللي عنده الطموحات دي ان انت ماتيرياليستيك او براحتك. لا راس. يعني لو هي دي هتقيم نجاحك كده بس. احنا بنجيلك من المستوى وبنقول لك بعد ما تحقق كل ده هتلاقي نفسك واقف، طب ماذا بعد؟ وانا عملت كل ده ليه؟ خسرت صحتي واسرتي واولادي عشان اجيب البورش ومش عارف. بس في الاخر يعني كل واحد يعمل اللي هو عيش باسلوبك مش باسلوب مفروض عليك. بالظبط. انا على فكره انا مش معترض على الفكره بوجه عام، بس انا معترض على انها لما تتحول ان هو ده النورم. يعني لما يبقى طبعا. لما بتصدر الناس كلها ان انت لو ما معكش البورش مش هتبقى مبسوط. لا على فكره مش محتاج كده يعني. بالظبط. anyway اتكلمنا على الجروث. لو حد عنده اي اسئله في الموضوع ده او في اي موضوع تاني يقدر يبعت لي على طارق@passionpoint.co وابعتوا لنا اقتراحاتكم واسئلتكم، واحنا we will do our best to يعني cover القصه دي كلها. شيرز لايك شير والكلام ده، وشير الحاجات دي مع your friends، شير البودكاست بليز مع اصحابكم وخليهم يسمعوا ويقولوا لنا ايه رايهم. شكرا تهامي. شكرا.